انت مقتنع بموضوع الكباري ده؟ لا ما انا ما صادفتهوش بصراحه. احنا اوكي. اتكلمنا فيه قبل كده عندك على فكره قبل والله. كده اتكلمنا فيه لما قلت لي امام عاشور. اه. قلت لك امام عاشور اه. بصراحه اتمرن في الاهلي اتمرن في الزمالك كام شهر لما رجع. قعد شهر ولا حاجه. شهر وشويه اه. علاج وتدريب. اه. طيب علاج بس. علاج. كان علاج وكان بس. بيجري وموجود قدام عينيهم صح. امم. طيب هم لو هم يعني عايزين يعني الاهلي عايز يعمل كوبري. كان هيرجع يتمرن كان او هيرجع يتعالج في كان هيتعالج الزمالك؟ في لا الزمالك. لا. كان هيتعالج في مكان سري اه. ويتعالج كويس جدا وهيبقى كويس جدا. صح. ويخلصوهم بره. صح. لكن هو وجهة كان نظر والله. كان قدام عينيك. امم. انت اللي ما كانش معاك فلوس. انت فاكر ان الجماعه بتوع الدنمارك امم. مخطوفين مختومين على قفاهم هيمشوه ببلاش. اه. او خلاص الناس. فلا الناس عايزه فلوسها طبعا وانت معكش فلوس. فهو جاله عرض من النادي الاهلي وهو عايز يرجع مصر. اه. وهو عايز يلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك. فراح لعب في طبعا النادي النادي الاهلي. الاهلي اه. فانا مش بقول كده عشان انا خدت التجربه دي. لكن صدقني اللعيب في الوقت ده ما بيفكرش غير في نفسه وفي ومصلحته. اهله وفي اسرته وفي زوجته وفي ولاده طبعا. امم. وده حق لاي لعيب. طبعا يا عم زي يا امير رمضان يا مثلا، امير. زي رمضان صبحي لما مشي من الاهلي اه وراح بيراميدز. بالظبط. حسبها برضه اه بس حسبة. هنا الوضع مختلف. ليه بقى؟ الوضع مختلف ان انت كاتيجري فلوس احسن. اوكي. بس كاتيجري نادي لا اقل. مفيش مقارنه معلش مفيش مقارنه. طبعا. مفيش مقارنه ما بين الاهلي وبيراميدز. لا الاهلي اصل حاجه النادي تانية. بيراميدز 2017 لسه يعني تاريخه كله من 2017. 2018 المسمى الجديد 2018 يعني 17 18 يعني. اه. ف النادي الاهلي يعني مفيش مقارنه يعني في التاريخ كله في النادي الاهلي وبيراميدز فممكن فرقه جديده لسه بتتعمل ولسه يعني زي بس باريس. اتحسبت فلوس. اما هو بص اقول لك حاجه اللعيب انا بحسبها فلوس. يعني عبد الله السعيد شابوه طبعا عقليه طبعا. كان عدى 30 سنه ولعب في النادي الاهلي 8 9 سنين ولا حاجه وراح النادي البيراميدز. فهو حسبها مثلا قال لك ايه خلاص لا كده هو انا مضى في الزمالك الاول بقى، ودي كانت بدايه المشكله. عبد الله لما 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 راح راح لما خد لما ال مضى 40 في مليون الزمالك جنيه لما راح الزمالك ولما راح الزمالك وبعد كده رجع وبعد كده رجع النادي الاهلي، الاهلي. فالاهلي باعه. النادي الاهلي بعد كده اهلي لا مش جده النادي الاهلي مش باعه بقى النادي الاهلي عرضوا للبيع. النادي الاهلي دمره مش ليه باعه. انت بتعتبر كده؟ انت بتعتبر الاهلي دمر عبد الله؟ انا كنت شايف ان عبد الله زي ما قال وسمعت ان هو راح للمسؤولين وفي بعض المسؤولين قعدوا وان هو قعد يعيط وتأسف اه. وخلاص. في الوقت ده يعني ابنك غلط فكنت شايف ان يعني الدور وممكن يتلم يعني تحتضنه. اه بس القصه انت عارف تخلص يعني. طبعا الكبرياء بتاع النادي الاهلي طبعا ونمرة واحد عندهم النادي اي حد في جوه ودي حاجه المنظومة. ايجابيه ولا لا؟ ودي طبعا. ايجابيه. طبعا بس انا طبعا في بعض الحالات بيبقى فيه مرونة. زي يعني هو ممكن يكون تحت ضغوط معينة مثلا انت مقدم له 5 قروش فهو جاله 50 قرش اه. فالفرق كبير جدا فهو بيفكر. ممكن يكون تحت ضغوط بيته تحت ضغوط اسرته تحت ضغوط ما بيقعد مع نفسه حسابات يعني. عنده حسابات تانية بعد ما يبطل مثلا. فاهم. فاهم. ودي المشكلة بقى اللي بعد ما تبطل دي دي اكبر مشكلة كبيرة مشكله. جدا طبعا. ليه بقى؟ والله يا امير يعني اقول لك حاجة في ناس. يعني انا جيت من المقاولين صح. اه. احنا عايزين نفتح البوتاجاز كده انت لا عايز تفتح افتح البوتاجاز صح؟ افتح يلا عيش حياتك. في ناس. انا جيت من المقاولين اه. وفي ناس جت من اسكندريه وفي ناس جت من اسماعيليه وفي ناس جت من محله للاهلي والزمالك وفي تقصد يعني؟ الاهلي والزمالك اه. بس انا هتكلم على الاهلي شويه يعني. اه. للاسف في بعض الناس لما بتبطل كوره هم بيفتكروا نفسهم ان هم اللي اسسوا يعني عندهم في مختار التتش اه. ان هم اولاد النادي يعني. قطعه ارض. فاهم. اه. فدي للاسف يعني دي بشوفها من بعض الزملاء طبعا. وشفتها في الفتره اللي هي اللي انا اتهاجمت فيها جامد. بتتكلم في حته اسلوب وهم اسلوب بيتكلموا هما اللي انا ابن هما الاهلي، بيتكلموا انا اهلاوي بيتكلم جدا بطريقه او غريبه انا جدا. زملكاوي جدا مع رغم ان انها خلي انا جاي بالك مع ان يعني الجيل ده كله عارف بعضه كل انت انتمائك ايه الاول وانت كنت رايح فين وكان نفسك ايه
لكن طبعا كل واحد اختار طريقه وكل واحد ربنا يكرمه. صح. بس بتصعب عليك نفسك يعني. انت عارف ماتش صفاقس ده؟ انا شفت فيلم تسجيلي. ماتش صفاقس طبعا بتاع 2006 جون ابو تريكه الشهير. الذهاب كان 1-1 والاياب كان 1-0 للاهلي. شفت فيلم تسجيلي للماتشين، والماتشين بينهم وبين بعض اسبوع. والاسبوع ده في احداث كتير جدا وفي افلام ممكن تتعمل فيه، خلي بالك. والله انا عايزك تحكي لي الاحداث دي. يعني راجل مانويل بصراحه كان ذكي جدا يعني. وصايع جدا يعني. حلو. طبعا بمساند طبعا الاداره والجماهير الغفيره والعريضه يعني. بس اتكلم على الفيلم التسجيلي الاول بعد كده نرجع للاحداث. ما ينفعش تعمل فيلم تسجيلي وتيجي على واحد تعب في 180 دقيقه او 160 دقيقه وخرجت. يعني انا خرجت في الدقيقه 70 الماتش الثاني. ولعبت 90 دقيقه الماتش الاولاني. تيجي على واحد لعب ماتشين منتهى الاحترافيه بمنتهى القوه ومنتهى الحب والاحترام وتيجي كزملاء تيجي تتكلم او تيجي حد يعمل فيلم تسجيلي. انا مش عارف مين اللي كان عامل فيلم التسجيلي، بس انا شفت اصحابي هما بيتكلموا، زمايلي هما بيتكلموا، مش كلهم بصراحه، بعض الزملاء. في ناس بتتكلم احنا اليوم ده عملنا كذا وكذا 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 وكذا. ماشي، حقك. ممكن ما تقولش اسماء، لكن انا بزعل بقى من حد مثلا يقعد يتكلم يقول لك واليوم ده كنا بنلعب بفلان وفلان 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 وما يجيبش اسمي. دي تضايق طبعا. لا حق تضايق طبعا، لان دي بطوله اصلا تاريخيه للنادي الاهلي يا امير. وانت تكون شريك فيها، دي حاجه. هو ايه انت يا ابني انت بتعمل ليه كده؟ ليه كده؟ ده يعني حتى بحكم العيش والملح. مين اللي ما جابش اسم؟ مش مهم. مش مهم صدقني يعني. للاسف في بعض اللعيبه لما بتمسك مناصب خلاص هم يعني بينسوا. مع انها يعني الدنيا انت عارف ما بتدومش لحد يعني. فاهم؟ دي ضايقتك؟ انت ما شاركتش في الفيلم التسجيلي ده؟ لا. ما قلتش فيه اي كلمه اي حاجه؟ لا. انت ومين؟ انا لوحدي. انت الوحيد في فرقه الاهلي اللي خدت دوري ابطال افريقيا 2006 اللي ما شاركتش في الفيلم التسجيلي بتاع البطوله التاريخيه دي؟ يعني اقول لك حاجه. ليه؟ اشمعنى؟ اقول لك حاجه. حسام عاشور اصغر مني ولاعب البطوله دي. واحمد، انا بجيب لك الناس الصغيره. واحمد شديد اصغر مني. و اقول لك انا ومين؟ انا واكوتي. ما اكوتي في غانا، قاعد في غانا. ما حتى اكوتي لعب النهائي ما حدش جاب سيرته. فاهم؟ لكن طبعا انا ليه يعني؟ لكن في بعض الزملاء محترمين جدا انا بحبهم على المستوى الشخصي جدا. انا بحب وائل جمعه جدا. محترم جدا. وائل جمعه. عماد متعب طبعا ده في قلبي في حته تانية بصراحه. طبعا. محمد شوقي اكيد في حته تانية عندي. حسام عاشور انا بحبه جدا. امير عبد الحميد بحبه جدا. كل دول جابوا اسمك في البعض؟ ما جابوش اسمي. هم بيتكلموا عادي. بس انت عارف مش هقول لك نفسنا. بس انت عارف لما تبقى بتدي الواحد كتف كده من غير ما بتبقى قاصد بتدي له كتف. فاهم؟ اللي هو انت بتقول ان انت ندمت لعبت في الاهلي. طب ماشي. طب احنا بقى كنا فلان وفلان وفلان وما بيجيبش سيرتي. طب بالنسبه للماتش اللي القناه كل شويه يجيبوه. وعلى الماتشات كلها انا في ناس بقابلها في الشارع، احنا شفناك النهارده في قناه الاهلي بماتش صفاقس. طب انت هتلغي التاريخ؟ لا طبعا. يعني انت هتلغي 180 دقيقه وبطوله. انت صعب عليك نفسك يعني؟ صعب عليك نفسك. زعلت والله. بس ما زعلتش. خلي بالك لان في ناس فهماني غلط. الناس فاهمه ان انا ما بحبش. لا بالعكس، انا جماهير نادي الاهلي في ماتش الجيش والناس اللي جاي يقولوا لي صعبه قوي. انا بحب جماهير النادي الاهلي جدا وبحترمها جدا 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 عشان تبقى فاهم. والنادي الاهلي عندي برضو هو اللي كبر اسمي وهو اللي نشر اسمي واللي هو خلاني اشارك في بطوله العالم. ولكن لما يحصل ممكن يكون انا بعد كده رد فعلي ما كانش كويس بسبب المواضيع اللي انا بكلمك عليها دي. والموضوع اللي اقول لك عليه ده لما انا اروح لمحمد عامر. كابتن محمد عامر. كابتن محمد عامر. مع طبعا حفظ الالقاب كابتني طبعا كابتن محمد عامر.
وبقول كده برضو عشان ما حدش يقول لي انا ما اشتغلتش في الاهلي فانا بعمل كده، لا برضو الموضوع مش ماشي كده. ماشي. بس هو الموضوع عندي تقدير برضو. الجانب التقدير، حتى التقدير الادبي ده بيبقى مهم. انا حساس جدا وبتضايق جدا اه جدا يا امير، اه والله لما حد يقول لي كلمه حلوه انا ببقى مبسوط جدا. بتطير اه. ولما حد يقول لي قول لي كلمه وحشه برضو، بس ايه بس باحترام، اه لكن او ما بهدف تقول ما النصيحة تقوليش ما مثلا اه. تقوليش كلمه وحشه وفي نفس الوقت ما تقدرنيش. اوكي. دي بتقتلني جدا، طبعا. بموت منها طبعا، وما بسيبش حقي. وما بتسيبش حق. انا يعني عنيد انت جدا بتشوف ان يعني. انت بتاخد حقك من الاهلي في لا تصريحاتك؟ انا ما باخدش، لا. انا التصريح اللي قلته في قناه قناه احدى عربيه القنوات يعني في اه. احدى القنوات العربيه في دوله عربيه شقيقه موجود، كنت شغال هناك. اه قلت ان انا بيقول لي انت قلت له انا ندمان، بس الناس خدتها بشكل تاني خالص. ما هو ان خلي انا بالك برضه يا لعبت في كابتن صديق. لا انا مش اصل انا ندمت ان انا اه. خدت التجربه دي. طب انا اعرف بقى ان انا هتعامل كده من المسؤولين والمسؤول، انا احترمتك انت. طب انا كنت عارف ممكن اعمل ايه وانا حاطط رجلي على رجل. اه كنت رحت للناس اللي جابتني، الناس الكبيره، قلت لهم يا جماعه انا وقت جه اهوت لو سمحتوا، انا مش ردوا بقى الجميل، امم. لا ما كانش كده عندي برضو. بس عادي، عايز اي حد تقدير، بس يتمنى عايز تقدير. يتمنى ان هو يشتغل في اه الاهلي عايز تبقى والزمالك. موجود في الاهلي اي اه. مدرب ناشئ، اي حد في بدايه طريقه امم. تتمنى تشتغل فين، يقول لك تشتغل في اهلي النادي الاهلي والزمالك والزمالك طبعا طبعا. اه. طبعا. وانت ما رحتش ومنها للمسؤولين؟ تنطلق. انت ما رحتش المسؤولين؟ لا انت بتلوم على المديرين مثلا في قطاع الناشئين، الناس هادي المسؤول؟ قال لي روح كانت هادي قابل، خشبة كان مشرف على الكوره، اه. روح للكابتن محمد عامر وروح يعني اسلك الخطوات الطبيعيه اوكي يعني. اوكي. فرحت الكابتن محمد عامر قال فرحت لك ايه؟ لقيت الطريقة مش حلوة يعني، مفيش والله مكان لسه. طب ابدأ تحت في الأكاديمية يعني. الموضوع ما كانش. ضايق. وكان في شاهد، في مدرب شاهد زميل مين ليا، مين؟ مش شرط برضه، بس هو اوكي حد محترم جدا، انا بحبه على اه مستوى شخصي وصاحبي قوي يعني اه. من سنين يعني.